يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة موجود في بيوت كتير مننا وفي علاقاتنا الاجتماعية. موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن إن ليه مفيش توافق فكري بين الراجل والست، ونعمل إيه علشان نوصل لطريق وسط نتقابل فيه. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. خلونا في البداية نقول إن في اختلافات واضحة جدا بين عقلية الراجل والست، ومن الاختلافات دي إن الست بتقدر تفتكر أهم التواريخ اللي في حياتها اللي بتكون متعلقة بذكريات مهمة جدا بكفاءة أكتر من الراجل، زي مثلا عيد جوازهم أو عيد ميلادها وعيد ميلاده أو عيد ميلاد أولادهم، أو أي تواريخ متعلقة بذكريات جمعتهم كلهم سوا. إنما الراجل ممكن ينسى التواريخ دي عادي، بس للأسف بيكون وقتها سبب لنفسه مشكلة كبيرة جدا مع الست. الحاجات دي ممكن تكون بسيطة ومش مهمة خالص بالنسبة له، لكن قد ايه هي بتفرق مع الست انك تكون فاكرها في الذكريات اللي بتجمعكم مع بعض على الأقل. وتقريبا علشان الست بتشغل دماغها أكتر من الراجل، في دراسات أكدت ان نسبة إصابة الست بمرض ألزهايمر طلعت أكبر بكتير جدا من إصابة الراجل بالمرض ده. فعايزين نهدى كده شوية يا ستات وما نفرحش الرجالة فينا. حاولوا تفصلوا دماغكم شوية. كمان في اختلاف موجود معانا في حتة ان الراجل ممكن ما يكونش رومانسي قوي زي الست، لكن تخيلوا ان في ابحاث نفسية اتعملت على الموضوع ده، وطلعت النتيجة ان الراجل لما بيحب بجد، ولو حصل انفصال بيكون مأذي نفسيا يمكن اكتر من الست كمان في اختلاف في تطبيق مبدأ الرومانسية ده. يعني مثلا ممكن يكون الراجل واقعي شويتين تلاتة، ممكن بيحب الهدايا وكده، بس لو جيتي عملتيله أكلة بيحبها تبقى انتي كده جيتي من الآخر وجبتي جون على طول. إنما الست بتحب عشا رومانسي وهدايا، وعايزة ورد يا إبراهيم مثلا وحركات من دي. كمان تالت اختلاف موجود معانا بين عقلية الراجل والست، موضوع الصلاحيات اللي الراجل بيديها لنفسه وبيحرم منها الست، زي فكرة إنها تشتغل. في أزواج كتير ما بتكونش عايزة زوجاتهم تشتغل وتبقى فاضية تماما للبيت والأولاد، ما بيديهاش حتى الفرصة إنها تقيم هل هي هتقدر توفق ما بين الشغل والأولاد ولا لأ. كمان الراجل ممكن ينزل يقابل أصحابه في أي وقت ويخرجوا، إنما الست ما ينفعش أصلا تاخد قرار زي ده بسرعة وتنفذه، ولو اتعمل بيتقال عليهم دول شوية ستات فاضية سايبين عيالهم ونازلين. كمان موضوع الغيرة، الراجل بيسمح لنفسه إنه يغير على الست ويركز مين بيتعامل معاها ازاي، ويفرض رأيه، ما تكلميش فلان وما تتصرفيش كده مع فلان، وممكن توصل إنه يطلب منها إنها تقطع علاقتها بفلان ده أصلا. إنما على الجانب الآخر، لو الست شافت واحدة بتتكلم معاه بطريقة ما عجبتهاش، وقتها بيبقى في حالة دفاع وخلاص، أصل هي كده، دي طريقتها، أصل هي بتتعامل بعشم شوية، وكمية مبررات على اللي بيحصل ومن غير ما يراعي غيرتها عليه خالص. وده هيودينا لنقطة إن الراجل بيتربي على ثقافة غلط، وهي كلمة أنا راجل، فللأسف بيبقى عايز يسيطر على الست بأي شكل، ولو الست فكرت إنها تعدل على سلوكه وقتها بيقول أنا راجل، ما ينفعش واحدة تمشي كلمتها عليا. ده بالإضافة كمان إلى إن لو عنده شوية أصدقاء في المحيط اللي حواليه من النوع اللي ما بيحبوش يشوفوا حد حياته هادية، فبيعرفوا يسخنوا الحتة دي قوي عنده، وهو بصراحة بنسبة كبيرة بيستجيب للكلام ده. كمان بتظهر فكرة أنا راجل دي في حتة المساعدة في البيت. لو الست طلبت من الراجل إنه يعمل حاجة ويساعدها في البيت، بيقولها وقتها أنا راجل ولسه جاي من الشغل وتعبان، والمفروض أصلا أنا معملش الكلام ده الشغل بتاع ستات. على الرغم إن مفيش إلزام في الدين على الست إنها تعمل الأعمال المنزلية دي، ولكن ده تفضل منها، والدليل على كده إنها بتاخد ثواب على كل حاجة بتعملها. وكمان عندنا أكبر قدوة في مساعدة الزوجات في المنزل هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان لما بيرجع من الغزوات كان بيساعد زوجاته في البيت. فاحنا بنتكلم على غزوات، مش مجرد شغل وأعمال يومية عادية. فأعتقد مفهوم الرجولة بعيد كل البعد عن تصرفات كتير من الذكور اللي موجودة في الأيام دي، لأنهم فعلا ذكور وليسوا رجال. وده هيودينا الموضوع بقى منتشر جدا الأيام دي، وهو كثرة الطلاق ما بين الأزواج، لأن للأسف كتير من الشباب عندهم جهل في ثقافة الزواج،
وفاكرين إن الزواج مجرد إنه بيتجوز واحدة وبيعيش معاها متعة لحظية وبعدين بيجيبوا أطفال ويفضل الموضوع ماشي على كده. لكن ما يعرفش إن الزواج ده كيان أنت بتبنيه، ولازم تتعب في الحفاظ عليه وتبذل أقصى مجهود عندك علشان يفضل في أفضل حال. زي بالظبط لما بتفكر إنك تفتح شركة، الشركة دي لو أنت ما بذلتش مجهود علشان تحافظ على نجاحها للأسف هتخسر كل حاجة فيها. فده بالظبط زي الزواج، أنت كراجل لو زوجتك ليها متطلبات معينة وتفاصيل معينة هتفرق معاها كتير قوي في علاقتكم مع بعض. لو عملتها هتبقى ايه مشكلتك مادام الحاجات اللي هتعملها دي مش هتيجي على كرامتك؟ بالعكس انت هتتخلي ما بينكم تفاهم وراحة وسعادة. وزي ما هي بتحترم تعليقاتك على كل حاجة وما بتبقاش عايزة تضايقك، فانت ليه كمان ما بتريحهاش بالطريقة اللي تناسبها؟ وبلاش تدي ودانك لحد، لان في ناس كتير حوالينا ممكن يبانلك في الظاهر انهم بينصحوك، لكن برضو ربنا عالم بالنفوس في الاخر. فانت اكتر واحد عالم بحالك وبالظروف والتفاصيل اللي بينك وبين زوجتك، لان انت غير اللي بينصحك وزوجتك غير زوجته. واللي هو بيعمله بيطبقه مع زوجته وكان ماشي معاه في حياته ممكن ما ينفعكش انت، لانه ببساطة شخصيتك انت وزوجتك غيرهم خالص. فالخلاصة كده، احنا مختلفين كراجل وست، وده امر طبيعي ربنا خلقنا عليه. لكن مادام اتفقنا ان احنا نكون في مركب واحد لازم انا وانت نحافظ على اللي هنبنيه سوا. زي مثلا يكون في تواصل مفتوح وصادق ما بيننا ونسمع لبعض كويس، ويكون في تفاهم واحترام متبادل بين كل طرف، وكل طرف يكون مقدر وفاهم التاني واحتياجاته. ولازم من وقت للتاني نعبر لبعض عن مشاعرنا عشان ما يحصلش جفاف في المشاعر وفتور في العلاقة اللي بينا. لازم كمان كل طرف يشجع الطرف التاني انه ينجح، سواء في شغله او حتى في علاقتكم مع بعض. وفي الاخر خليك عارف ان ربنا خلق حواء من ضلع من آدم، يعني الست دايما محتاجة اللي يحتويها مهما بانت انها قوية ومش بيهمها حد. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح كل يوم خميس على قناة نيكست ويف، وأشوفكم على خير.